حاسس ان الجماهير المغربيه كانت محتاجه تتنفس قبل ما ننزل لكم بالريل. والله الف مبروك، والله العظيم من كل قلبي الف مبروك، اقسم بالله الف مبروك على كل حاجه، الف مبروك على الاداء، الف مبروك على العوده، الف مبروك على الروح، الف مبروك على النتيجه، والاهم الف مبروك على توفيق ربنا وكرم ربنا. ربك لما يريد خليك عارف وفاهم ومتاكد ان لما يبقى ربنا كاتبها لك، والله لو الدنيا كلها وقفت في وشك والله العظيم هتسلك. ربك سبحانه وتعالى كور تروح في العارضه يشوط يعني يعني بصوا الراجل عامل ازاي. الحمد لله. انا كنت ربه ده. الحمد لله. احنا ما كاينش كيفاش نوصفوا من بعد داكشي كامل اللي ضرب في الضفري، من بعد داكشي كامل اللي داز علينا. ربي شاف من جهتنا انا ربي كفانا. الحمد لله الحمد لله يا سيدي. مبروك مبروك. لا لو بيشتمني قولوا لي في الكومنتات عشان ما فهمتش حاجه. لو شتمني قولوا لي في الكومنتات عشان ما فهمتش اي حاجه ولا. بس والله قبل ضربات الجزاء وقبل اي حاجه كسبت احترام الكل. العالم كله كان بيتفرج النهارده على المنتخب المغربي وبيقول ده منتخب يستحق انه يتواجد ضمن الصفوه، ده منتخب العربي والافريقي الوحيد اللي يقدر يقف قصاد منتخب من منتخبات الصفوه الاوروبيه بالشكل ده ويقدم الاداء القوي العظيم اللي احنا اتفرجنا عليه ده. والله العظيم من كل قلبي مبروك لمنتخب المغرب، مبروك لمحمد وهبي، مبروك لكل لاعبي المنتخب المغربي، والاهم مبروك للشعب المغربي اللي سهرته ما جاتش على الفاضي. وعلى اصحي يا مغرب، انا صاحي من النوم مش عارف انام. انتصرت المغرب على هولندا، فوز الطاجين على البطاطس الهولنديه. معلش يا هولندا، معلش المغرب بيكتب تاريخ برضه. ايه يا مغرب ده؟ ايه يا مغرب ده؟ فريق يا جماعه، عيال بسم الله ما شاء الله، عيال ما يهمهمش حاجه. الواد عيسى ديوب والعيال ولا ابو عدي واسماعيل الصايبيري ومسكين مسكين اللي ما عندوش بونو، بس هو بونو طلب منهم قال لهم اتعادلنا ودوني ضربات جزاء ومالكوش دعوه، مالكوش دعوه. مع احترامي ليك يا كومان بس انت زهقتنا يا راجل. ما هي هولندا برضه ما فيهاش لعيبه، برضه ما فيهاش اللي هم اللعيبه اللي يتخاف منهم، انما المنتخب المغربي يخوف اي فرقه. منتخب المغرب يا جماعه منتخب قوي وصعد وهيقابل كندا، خد بالك انت. يعني خلاص يعني المغرب باذن الله هيبقى في دور الثمانيه، ويا عالم المغرب يلعب النهائي. يقدر المغرب، يقدر، لان في اصرار عند العيال، في لعيبه، في خنوس، في لا معلش. لما تيجي تتكلم من احسن لعيبه النهارده عيسى ديوب، اسماعيل الصايبيري اخيرا هو اللي بيجيب اخر ضربه جزاء بيصالحنا برضه. الواد سفيان رحيمي، ما كنت تجيبها سفيان وكنا ننام بدري نص ساعه، بدل ما احنا كده عين رايحه وعين جايه. حرام عليك يا امريكا، باينه شبه الثعالب. مبروك للمنتخب المغربي لانه يستاهل، والمنتخب الهولندي مع احترامي يعني لا ما جاش، لا مش هي دي هولندا يعني. وبعدين فيخ هورست ده لسه بيلعب، مش ده اللي قال له ميسي الكاميرا وهو النهارده اداله ياسين بونو قال له لابا جاء وهو. عشان كده بقول لكم ياسين بونو يا جماعه، بونو اوعى يجيلك بونو، هو الفرقه، هو نص الفرقه واقف ضربات الجزاء. اسد تمبر اول ما شافها له كده اسود الاطلس، اصحى للكلام، اسود الاطلس. انما التانيين طواحين، شويه هوا هيرجعوا دلوقتي نفخ مع احترامي ليهم باستثناء الواد كاجبو هو اللي جاب جول. معلش مبروك لجماهير المغرب. وفوق يا مغرب، احنا قاعدين مش دايمين، اصحوا يا مغرب احنا معاكم. وباذن الله الفيديو هنعمل فيديو بكره بقى على اليوتيوب كبير، لان انا مش قوم يا سعفان، قوم اديني بجد القهوه في وشي، قوم يستحق المكسب 1,000,000,000%. ضربات جزاء بجد قاتله، ضربات جزاء سيناريو قاتل. المنتخب المغربي يصعد الى دور ال16 بعد الفوز على مركز شباب هولندا. منتخب مغربي بيلعب مركز شباب هولندا. تعيط على ايه يا ابني؟ يا ابني بتعيط على ايه يا ابني؟ انت عملتوا حاجه يا ابني؟ ياسين بونو لازم يبقى فيه بصمه ليه. بونو لازم، والسيباري هو ملك الختام. هي مرسومه كده، مرسومه. المنتخب المغربي هو عمل كل حاجه. هي هولندا عملت حاجه يا جدعان؟ هولندا عملت حاجه يا جدعان؟ المنتخب المغربي هو اللي استحوذ وهو اللي سيطر وهو اللي ضيع وهو اللي سجل وهو اللي عمل
وهو اللي مع الاستحواذ وهو اللي مع ضياع الفرص وهو كل حاجه. المنتخب الهولندي خايف يلعب وعايز يلعب ضربات جزاء. لعبت ضربات جزاء اهدى. مبروك لعبت ضربات جزاء اهدى. خلاص لعبت ضربات جزاء يعني خلاص يعني لعبت ضربات جزاء يعني انبسطت. معك بونو، مع بونو انت في امان. ضربات الجزاء عامل فيديو على ضربات الجزاء طوال ضربات الجزاء هنزله. مبروك للمنتخب المغربي والشعب المغربي، يستحقون الفرحه مليار في المية. منتخب نضيف بيلعب كوره، منتخب نضيف بيلعب كوره. منتخب المغرب يفوز على هولندا، اقسم بالله صدمه. المغرب تفوز على هولندا تتأهل الى دور 16 في كاس العالم. المغرب رفعت راس العرب في كاس العالم. الف مبروك للشعب المغربي على رفعة الراس والله. منتخب المغرب يصعد على حساب المنتخب الهولندي في تأهل تاريخي الى دور ال16. عارف لو في انصاف كروي، مع ان انا ما بشجعش المغرب وانت عارف، بس نقول الانصاف. محمد وهبي ده تاريخي. ليه بقى؟ ماسك كرة على المنتخب الهولندي ومنزل عليهم طرقعة من اول دقيقة لاخر دقيقة. فللتاريخ لعيبة المغرب نازلة تكسب، لعيبة هولندا نازلة تلعب. فاهم؟ بص موتوا نفسهم عشان المغرب فكسبوا. ده غير تصدي ياسين بونو الايقوني من سمرفيل اللي هو نجم منتخب هولندا النهارده. سمرفيل، ديونج، والواد ده فان دايك شويه معاهم وحارس مرمى هولندا. كل سنه وانت طيب بقى. الباقي ده تصدي للانفراد. على فكره الجون ده كان هيبقى تاريخي لسفيان رحيمه والله. الراجل ده ماشي من ساعه ما وعيت على الدنيا وانا بسمع انه مدرب كويس وعمري ما شفته. يعني ده مش كومان، لا ده كونان، ده راجل محلل في سبيستون. انما تجيبوا مدرب ايه يا جماعه؟ القرف ده يا جماعه. انا نفسي اشوف له بقى. انا وربنا عمري ما مدحت فيه ولا شكرت فيه. انا كل شويه اسمع لما كان في طب انا راضي ذمتك ده ماتش يستاهل الحزق ده كله ويستاهل ان هو يروح ضربات جزاء. انا مش ببالغ، بس منتخب المغرب الشوط الاول فقط يطلع كسبان هولندا 3-0. منتخب المغرب طلع هولندا. منتخب المغرب عمل ماتش تاريخي ونسبة الاستحواذ في الاشواط الاضافية وصلت ل 80%. منتخب المغرب مسك هولندا خدها غسيل ومكوى. المغرب النهارده كانت ممكن تشيل هولندا سكور بس لولا عدم التوفيق. المغرب في 22 كسبان بلجيكا واسبانيا والبرتغال، وادي السنه دي مطلع هولندا من دور ال 32 ولسه. منتخب المغرب فوق التقييم. التقييم هو اللي يقيم منتخب المغرب. انا قلتها قبل كده وهقولها تاني، منتخب المغرب مرشح ان هو يكسب كاس العالم. اتكلم عن ياسين بونو ولا عن الاعجاز اللي بيعمله مع المنتخب وتصدياته الخرافيه في ضربات الجزاء، ولا اسماعيل سايبيري واللي عمله في فان هيك النهارده كان بيأمر على قفاه عيش، ولا تدخلات نصير مزراوي في الدفاع. ده كله كوم بقى، وعظمه ارتقاء عيسى ديوب في هدف التعادل كوم تاني. هدف عيسى ديوب ده في الدقيقه 90 يتدرس في كل حاجه ولا غلطه. اشرف حكيمي ناقصه حاجه واحده بس، هو ان هو يقف حارس. بيعمل كل حاجه في الملعب. اكتر حاجه اتضايق في الماتش ده هو التصدي اللي عمله فير بروجن على كره سفيان رحيمي، لان فعلا الكره دي هي نسخه من كره كولو مواني في كاس عالم 22. بس انا بالنسبه لي عز الدين وناحي هو اكتر لعيب بصراحه النهارده كيفني في منتخب المغرب. الراجل النهارده كان بيعمل شويه بساط وبيعمل شويه فرص، يعني انيستا في الملعب. الف مبروك لجماهير المغرب، فوز مستحق 100%. مش هقول غير كلمه واحده بس، دي عداله السماء. المغرب عن جداره واستحقاق بيقسم منتخب هولندا من دور 32 ويصعد الى دور ال16 عن جداره واستحقاق. المغرب النهارده ضاغط مستحوذ وكان متاخر ورجع وحارس كبير، شخصيه بطل. شخصيه بطل. المنتخب ده باذن الله باذن الله بالروح الموجوده دي في النهائي. في النهائي. مبروك، مليون مبروك للمغرب والشعب المغربي، مليون مبروك. ما شاء الله ما شاء الله. ايه يا جماعه؟ ايه الفخر ده؟ هولندا بيقصي هولندا وكان افضل من هولندا وكان ضاغط ومستحوذ على هولندا. محمد وهبي مليون مبروك، انت ليك تحيه خاصه. انت عيسى ديوب فحل ابن فحل. ياسين بونو كبير، حارس كبير. مبروك للمغاربه. كده المغرب في دور ال16 سيواجه كندا ان شاء الله على قد الايد، ونبارك للمغرب في الانتصار. عملوها الاسود، عملوها ريمونتادا للتاريخ. المغرب يطحن الطواحين، المغرب يقهر الحاقدين والشامتين. المغرب هو المغرب بتاع زمان، هو المغرب اللي اتعودنا عليه، هو المغرب صانع التاريخ والمجد اللي لاخر لحظه ولاخر ثانيه لا انا موجود، انا حاضر. اصل مش معقول يا اخي، مش معقول يا اخي المغرب احلى والمغرب اعظم وافضل واهدرنا كتير ونيجي نخسر المباراه دي. لا، ريمونتادا تاريخيه، ريمونتادا للتاريخ يحكي ويتحكى عنها العالم كله. اقسم بالله هدف عيسى ديوب يا جماعه دخل في قلوب، ده قهر هنا، قهر قلوب
كارهين وحاقدين كتير من مختلف انحاء العالم. اي والله زي ما بقول لكم كده، عرب وافارقه واوروبيين، وزي ما انت عايز تقول قول. خلاص بعد هدف عيسى ديوب المغرب خلاص يعني زي ما تقول كده تتار بقى، انتفاضه هجوميه وفرص بقى بقت بالجمله. خلاص هولندا ما عادتش قادره، هولندا خضعت امام المنتخب المغربي. هولندا النهارده لو كانت بتلاعب خصم اخر غير المنتخب المغربي كانت حسمت اللقاء، بس عشان هو المغرب اللي ما فيش مستحيل معاه، اللي عودنا على تحطيم الارقام القياسيه والمفاجات. لا مش مفاجات بقى، ده بقى من الطبيعي، بقى من الطبيعي ان الاسود يعملوا كده، بقى من الطبيعي. هو المغرب يا جماعه بتاع زمان، ما اختلفش، ما اتغيرش كتير، ما اتغيرش. وانا بماتش النهارده ده انا اقدر اقول فعلا ان ما حدش بيحب المغرب قد المغربي وقد المغربي اللي بيحب منتخب بلاده بجد. لان انا النهارده بعد هدف هولندا حسيت ان في فرحه عارمه على السوشيال ميديا وكل الموقع، فرحه عارمه. ولما عيسى ديوب المغرب سجل التعادل، لا كان في عزاء، كان في حاله من الحزن سادت كافه مواقع التواصل الاجتماعي، كأن مات لهم حد، كأن في حد عندهم مات لما المغرب اتعادل. بص المغرب خلى، بص الناس كلها تسكت، الناس كلها تخرس، الناس كلها بقى مصدومه، الناس كلها مش مصدقه. المغرب بيرجع قدام هولندا المرشحه لتحقيق لقب كاس العالم. المغرب بيخرج هولندا، بيقصي هولندا، المغرب بيكمل. المغرب احنا هنعمل زيه ولا لا؟ ده احنا لو مكان المغرب كنا اتبهدلنا، كنا اتسلخنا، كنا خسرنا. لا 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 اللي بيعملوا المغرب ده مش طبيعي يا جماعه، مش طبيعي. عندنا كلام كتير قوي. تابعوني عشان في لايف هيتعمل دلوقتي وهنحكي